واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة بميدان قارون الرئيسي بمدينة الفيوم، بحضور جميع القيادات السياسية والتنفيذية والأزهر والكنيسة والأوقاف والدعوة. كما قام محافظ الفيوم ومرافقوه بمصافحة المشاركين في الاحتفال. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عظيم الشرف ومنتهى الفخر أن أتواجد بين أهل شعب الفيوم وأنا من مدينة المنيا لأشاركهم احتفالهم بيومهم القومي، وأنقل لهم تحيات وتهاني فضيلة الإمام الأكبر رضي الله عنه فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وأنقل لهم أيضا تحيات وتهاني معالي محافظ المنيا وكل شعب المنيا. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأيام والأزمان والأعياد على مصر أزمانا عديدة ومرات مديدة، وهي تنعم بالخير والسلام. بقول كل سنة والجميع في الفيوم شعب الفيوم الطيب طيبين، وربنا يعيد الأيام على مصر كلها بخير. ويعني كل احتفالات بنحتفل بيها بنتجمع فيها، بنفتكر كمان يعني انه البلد يعني ربنا حاميها، وانه ان شاء الله تبقى مصر كلها والفيوم خاصة يعني في تقدم مزدهر أكتر وأكتر وأكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسم نقابة المعلمين وكل معلم محافظة الفيوم، وهنئ شعب الفيوم بعيد الفيوم القومي. والفيوم تعتبر من وشعب الفيوم من الأهالي جمهورية مصر العربية الذين لهم فضل في النضال من أجل تاريخ مصر ومن أجل المحافظة على تراث مصر العظيم. وبنستغل هذه الفرصة أن احنا بنقدم كل الشكر وكل التقدير لفخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع الإنجازات التي يقوم بها من أجل شعبنا ومصرنا العزيزة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وأهل محافظة الفيوم عموما وأهل مدينة الفيوم ومركز الفيوم طيبين بمناسبة الاحتفالات بعيد الفيوم القومي اللي هو يوم 15 مارس. كل سنة وشعب الفيوم طيب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. هذا وقام محافظ الفيوم بافتتاح ميدان السواقي بعد تطويره والذي ظل مغلقا لمدة 4 سنوات. كما أعلن محافظ الفيوم أن احتفال محافظة الفيوم بعيدها القومي مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويشمل عدة افتتاحات ووضع حجر الأساس لمشروعات جديدة أهمها معهد القلب بمستشفى الفيوم العام. جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الفيوم القومي سيضمن أيضا تسليم مشروعات في الفيوم الجديدة.